السلام عليكم الإخوان المغاربة والأخوات المغربيات، مرحبا بكم. في الحلقة ديال اليوم غادي نتكلم على عبد القادر، وغادي نشوفوا من خلال وثائق تترجع للقرن التاسع عشر، بالخصوص الأيامات فاش دخلت فرنسا لبلد الجار. غادي نشوفوا كيفاش فرنسا صنعت هاد الشخصية هادي وكيفاش دعمتها في البدايات ديالها. غادي نستند الكتاب ديال شخصية فرنسية آه، عاش الأيامات اللي بان فيهم عبد القادر، وكان متواجد في منطقة وهران، وهو برتبة جنرال، يعني آه، مستوى ديالو عالي في الجيش الفرنسي حينها. سميتو استرهازي لوي جوزيف فرديناند. غادي نكررها. الاسم ديال هاد ال- المصدر هو استرهازي لوي جوزيف فرديناند. هذا كتب على ايامات على الايام هاد السنوات الاوائل باش دخلت فرنسا للبلد الجار، وركز بالخصوص على العلاقات ديال فرنسا مع عبد القادر. نمر مباشرة لأول مقتطف من الكتاب. الضابط الفرنسي تيقول هنايا: cette fois la victoire fut complète, les tentes, les drapeaux, un signe du commandement, la musique, tous les mulets et faits de campagne tombèrent au pouvoir de Lara. Abdelkader lui-même, un instant démonté, ne dut son salut qu'à la nuit et au dévouement d'un de ses serviteurs. في هذا المقتطف هذا كاين جوج ديال الشخصيات دارت بيناتهم حرب. كاين عبد القادر تنعرفوه، وكاين الاغا هو الممثل ديال السلطه العثمانيه في منطقة وهران. نقدروا نقولوا قائد ديال الجيش، آه، يسمى الأغا. باش نرجع بكم شويه للورا باش نفهموا الامور ونبداوها من البدايه ديالها. باش دخلت فرنسا البلد الجار، دخلت للمرسى الكبير. الانزال كان في المرسى الكبير وكان في الجزائر في العاصمه. الغرب يعني تدريجيا تيتوسعوا في البلاد. الغرب خصوصا في تلمسان ناضوا القبائل العربية حينها، والعلماء ديال تلمسان كانوا رسلوا رسالة، راه تتعرفوها، رسلوا رسالة للسلطان مولاي عبد الرحمن. كان في تلمسان كانوا كثير من أهل فاس، منهم شخص يسمى بنونة، هو اللي كان اتصل بالعلماء وهو يعني واقترحوا عليه أنهم باغيين يبيعوا المغرب. قال لهم خصكم تمشيو لفاس. البيعة وصلت. السلطان مولاي عبد الرحمن رفضها في الأول، من بعد قبلها. آه، القصة تتعرفوها. رسل ابن الأخ ديالو، ابن مولاي علي، هو وقويات ديال الجيش إلى آخره تلمسان. الكراغيلة ما بغاوش ديك المبايعة، اعتصموا داخل القصبة ديال داخل المشوار القصبة ديال تلمسان، رافضين السلطة المغربية على تلمسان، وهما اللي استدعوا الفرنسيين لتلمسان، يعني طلبوا الحماية الفرنسية. المغرب وقعت عليه ضغوط، يعني بقينا في تلمسان لسنتين. وقعت ضغوط من طرف فرنسا عبر التمثيلية ديالها في طنجة، وانسحب المغرب. القبائل العربيه ديك الساعه اش غنديروا، اش غادي نديروا؟ قلبوا على شخصيه دينيه تكون بارزه، يعني واحد من الاعيان. شكون هو محي الدين، الاب ديال عبد القادر. الاب ديال عبد القادر فايت كان عنده مشاكل مع هاد الاغا هذا اللي شفناه في المقتطف، وكانت عنده مشاكل مع السلطه العثمانيه. كان فات شدوه في الحبس او لا في الاقامه الجبريه في وهران. المهم كانت عنده مشاكل. اجتمعت عليه القبائل، حاول يوحد الصف في المنطقة ديال تلمسان تاع الوهران، ما استطعش. واتجه لعند هذا الأغا هذا
اللي شفناه دابا في المقتطف سميتو مصطفى بن اسماعيل، قال ليه الا تقدر انت يعني حنا نعطيوك السلطه وتكون الراس ديالنا في هذه المنطقه هذه. آه، الاغا رفض، وهذه كان هذه القضيه كانت تكتيك نتاع محي الدين، لانه كان باغي السلطه لولده، ولكن خلى ولده في الخلفيه باش يدفعوا من بعد. هاد مصطفى بن اسماعيل اللي كان اغا ديال العثمانيين في وهران، باش دخلت فرنسا كان جا عند السلطان مولاي عبد الرحمن الفاس واستقبلوا بحفاوة، لأنه يعد بمثابة جنرال هو قائد جيش ديال العثمانيين. استقبلوا السلطان مولاي عبد الرحمن الفاس وقدم الولاء ديالو للسلطان مولاي عبد الرحمن. هنا كاينه لعبه سياسيه، شكون غياخذ الصداره؟ الاغا مصطفى بن اسماعيل عنده ذاك لانستان دو كونسيرفاسيون، لانستان دو سيرفي، كانت عنده قوه وسلطه في عهد العثمانيين، بغى يحافظ عليهم. باش شاف المغرب يانكسي، يعني غيضم المنطقه ديال التلمسانيه، فقدم الولاء ديالو للمغاربه. من بعد فرنسا كما قلت من قبل ضغطات، وقعوا هذه المناقشات يعني الجدال ما بين محي الدين ومصطفى بن اسماعيل. مصطفى بن اسماعيل تراجع، محي الدين دفعوا ولده وطلبوا من مصطفى بن اسماعيل من هذا الاغا العثماني، طلبوا منه يقدم الولاء للشاب، ممكن كانت عنده 24 سنه ديك الساعه، 25 سنه عند عبد القادر. رفض، يعني انسان عاش مع السلطه العثمانيه وكان عنده منصب الى اخره، ما غاديش يقدم الولاء ديالو للشاب. يلا بدا. من هنا جات هاد الحروب بيناتهم، ما بين يعني عبد القادر ما قال انا اللي نتزعم دابا القبائل في المنطقه ديال تلمسان خص كلشي يخضع ليا، وقام ضد هاد الاغا. لكن الاغا كان قوي، حيت انسان عنده خبره وعنده قبائل كثيره تابعه في المنطقه ديال وهران. القبائل اللي كانت تابعه تسميهم الزماله، ولا تكتبوها فرنسيه زماله والدواير. المهم هذا النطق اللي عندي انا ممكن يكونوا تسمى، يا تنقرا بالفرنسيه لي زماله لي دواير. هاد القبائل اللي كانت تتشكل عصب المخزن في منطقه وهران وعصب القوه العثمانيه، الاصل ديالها مغربي. يقال انها من مخلفات القبائل اللي رافقات المحله ديال مولاي اسماعيل باش كان تيتصارع مع الاتراك، وانه بقاو في المنطقه، وبما انهم قبائل جيش قدموا الخدمات ديالهم للسلطه العثمانيه. هي قبائل كثيره، كونفدراليه ديال القبائل. تعرفوا القبائل ديال الجيش، السلطه تعطيهم امتيازات، تعطيهم اراضي خصبه في المنطقه ديال وهران، مازالين لحد الان الاحفاد ديالهم في المنطقه الوهرانيه وهما مغاربه. هنايا شتو المقتطف تيتكلم على حرب ما بين الاغا وعبد القادر. غادي نشوفوا مقتطف من بعد شنو تيقول، مقتطف ثاني. هنا تيقول هذا الجنرال استرهازي: Mustafa se flatta de l'espoir que sa double victoire lui permettrait de s'entendre mieux que par le passé avec le général commandant à Oran. Il lui écrivit donc encore pour lui faire part de ses succès en réclamant sa protection. اللعبه السياسيه هنا شنو هي؟ كما قلت لكم قبل، دائما السلطه تتحاول يعني تبقي على السلطه اللي في يدها، ما تيهمش شكون اللي الفوق. يعني هنا باش دخلوا الفرنسيين حاول يتصل بهم هاد الاغا مصطفى بن اسماعيل، لكن هما الفرنسيين جايين بليدي، بالفكره ديال كل ما هو عثماني وكل ما كان يدور في فلك العثمانيين هو عدو، وكل ما هو عربي ومحلي ممكن يكون مساند للدخول الفرنسي.
حيت فرنسا جرات على العثمانيين، صيفطتهم لإزمير، صيفطتهم لأوروبا إلى آخره. العثمانيين فين ما شمات بين قوسين الريحة ديالهم أعداء. وهنا الجنرال تيقول هذا كان من الأخطاء الكبرى اللي درنا في أيام الدخول ديالنا المقاطعة الفرنسية، أننا فرطنا في رموز السلطة العثمانية المحليين. حيت هذا مصطفى بن اسماعيل هو الاصل ديالو ماشي عثماني، هو من قبائل بني عفان، هو محلي، ولكن النياشين ديالو عثمانيه. هاد الاغا حاول يتصل بهم كما يدخل في صفهم، لكن كانوا تيستبعدوه. وهذا الشيء اللي تنشوفو هنايا في المقطع تيقول الكاتب بانه من بعد ما هزم عبد القادر جوج ديال المرات بغى يبين للفرنسيين بانه يعني قائد يقدروا يعتمدوا عليه ويقدر يدخل في صفهم، يعني ياخذ الحمايه ديالهم ويولي يخدم معهم. كما شفنا من قبل تيقول الكاتب بان الى ريكلامي لا بروتيكسيون تاع فرنسا كونتر سون ادفيرسير، يعني الحمايه ديال بغا يدخل في الصف ديال فرنسا ضد عبد القادر. تيقولوا contre son adversaire qu'il signalait encore une fois aux Français comme un ennemi commun. يعني الأغا قال للفرنسيين بأن راه عبد القادر العدو ديالنا بجوج. هنا تيقول الكاتب لو جنرال دي ميشيل، هذا معروف اللي كان السنية المعاهدة مع معاهدة السلم مع عبد القادر. تيقول هنا لو جنرال دي ميشيل persévérant malheureusement dans la voie، سمعتو malheureusement يعني مع كل الأسف، dans la voie dans laquelle il s'était engagé, mis en prison ses envoyés, invita Abd al-Qadir à ne plus se laisser décourager par ce premier revers, et pour remonter son moral, il lui a envoyé 400 fusils et une quantité considérable de poudre. في نفس المنهج الفرنسيين كان تيصيفط لهم الاغا المراسيل ديالو، المبعوثين ديالو شدوهم في الحبس وما بغاوش يسمعوا ليه. وهنا تيقول الجنرال بان هذا اكبر غلط درناه، لو كان اعتمدنا على هاد الناس اللي كانوا في السلطه العثمانيه كان ما وقعوش لينا بزاف ديال المشاكل في المقاطعه الفرنسيه. هنا تيقول هاد دي ميشيل هذا شنو دار، يعني شد في الحبس هذوك المراسيل ديال الاغا ورسل رساله لعبد القادر قال ليه ما تخافش حنا معاك، حنا معاك. هذا يعني تيبين داكشي اللي قلت قبل، ان الفرنسيين كانوا تيبغاو ينفخوا المحليين ويهمشوا العثمانيين. وتيقول et pour remonter son moral il lui a envoyé 400 fusils une quantité considérable de poudre. يعني البدايه ديال عبد القادر بدا كان محمي، صافط ليه دي ميشيل هذا صافط ليه 400 فوزي يعني بندقيه وكم هائل من الذخيره. ومن هنا يعني من هنا بدا عبد القادر المعاهده اللي دار معاه دي ميشيل. السلاح اللي كان تعطيه دي ميشيل تغول على القبائل، كانت القبيله اللي ما ترفض تدخل في الحلف ديالو تينهبها، يعني تيقتلوا. وصل حتى العين الماضي جنوبا عند الزاويه التيجانيه، ودخل في حرب مع الشيخ ديالها. من غير ذلك كاين احداث اخرى من بعد ما استسلم عبد القادر في 1847 الفرنسيين وحط السلاح عند رجلي او بين يدي لو دوك دومال في الغزوات. كان هاجر مشى لتولون لفرنسا، ومن بعدها مشى البورصه لتركيا، وبعد ذلك كان دخل نهى الحياه ديالو في سوريا. كثير من الناس تيقولوا بحال الجيران تيقول لك القائد ديالنا المؤسس للدوله الحديثه الى اخره. احنا تنعطيوهم غير سؤال علاش تيركزوا على مثلا على عبد القادر
وما تيركزوش على البي مثلا احمد ديال قسنطينه اللي تا هو حارب الفرنسيين كثيرا. ولا يمكن حيت تيركزوا على عبد القادر حيت البي يمثل السلطه العثمانيه اللي باغيين ينساوها وينسلخوا منها، وعبد القادر يمثل سلطه محليه وليده يعني وليده الارض المحليه ووليده الشعب المحلي. كاين معلومات اخرى تتقول انه يعني ملي مشى لفرنسا، فرنسا عطاتو 100,000 فرنك، وهذه حقيقه هي ماشي ما خصناش نشكو فيها، تيقولوها حتى الفرنسيين. وكاين وثائق في الكي دورسي تهضر على شي عطاوه يعني الرونط انيوال ديال 100,000 فرنك، من بعد طلعوها ل 150,000 فرنك في السنه، وبقاو الاحفاد ديالو حتى 1962 تيتقاضاو اون بونسيون، تيتقاضاو خلصه من عند الفرنسيين حتى 1962. علاش تنقولوا ان فرنسا صنعته؟ وانه كان من المساندين ديالها. من بعد كاين الخرجه ديالو باش كان في دمشق، الخرجه ديالو علنا مثلا ضد المجاهد أمقران ديال القبائل. تيقول ليه ما خصكش تحارب فرنسا، فرنسا هي امنا هي كل شيء. وهذا المجاهد أمقران كان مساندو الابن ديال واحد من الابناء ديال عبد القادر، وكان سخط على عبد القادر، سخط على الولد ديالو، قال ليه ما يعني الام المرضع ما خصكش تور ضدها. من غير ذلك كاين يحكى انه هادشي كاين بزاف ديال الوثائق، ما بغيتش نكثر عليكم قوه المقتطفات. عنده ابن اخر سميتو خالد. هذا خالد هذا كان هو العائله ديالو كامله من بعد هجرات لفرنسا. هذا الابن ديالو هذا كان قرا في سان سير في يعني الجامعه ولا مدرسه التكوين المعروفه في فرنسا ديال الضباط. وهذا خالد هذا كان شارك في فترة ما بين الحربين العالميتين، كان شارك في احتلال المغرب مع فرنسا. يعني هو لا عبد القادر ولا التريكه ديالو كلهم خدام فرنسا، بلا ما نتكلموا مثلا عن النياشين اللي عطاتو فرنسا. على كاين بزاف ديال الزناقي حاليا في فرنسا في كثير من المدن سميتها عبد القادر، يعني تيحسبوه بحال جون دارك. باش تسمي واحد الاجنبي تسمي الزناقي عندك في بلادك بسميتو، يعني انه قدم لك خدمات جليله وجمه. تنتمنى بهاد الحلقه هذه نكونوا زدنا شويه ديال المعلومات على الكم الهائل اللي تفضلوا الاخوان المغاربه قدموه لنا على هاد الشخصيه هذه. وتيبان لكم بوضوح ان البعبع ديال عبد القادر ما هو الا خرافه صنعوها بني كرغل، صنعوها ونفخوا فيها، حيت خصهم رمز، خصهم 100 ناسيونال، خصهم 100 فونداتور. عندهم لي 100 فونداتور، عندهم الشهداء مثلا، وعندهم عبد القادر. كان عندهم مثلا البي حمد، عمر شي واحد ما تيهضر عليه. عندهم ناس من القديم يعني يقدروا يتكلموا عليهم، ولكن لارتباطهم مثلا بالعثمانيين او لا لكونهم امازيغ ما تيجبدوهمش نهائيا. تنكتفي بهذا القدر هذا، تنعطيكم موعد في حلقه قادمه، والسلام عليكم.